ما هي المعلومات المتوفرة لديك بخصوص هذا التفجير في رنكوس؟ نعم سيدي الكريمة، يعني نتحدث عن بلدة رنكوس. هذه البلدة المحررة يعني تقع على الحدود السورية اللبنانية عند الجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا، حيث وقع منذ قليل يعني انفجار بسيارة مفخخة استهدف مسجد السهل في البلدة. يعني المعلومات التي وصلتنا حتى هذه اللحظة يعني أكثر من 40 شهيدا، طبعا بالإضافة لعدد كبير من الجرحى ودمار هائل في المباني واشتعال العديد من الحرائق. يعني حقيقة من شدة قوة الانفجار سمع الانفجار في أغلب مدن وبلدات قلمون الغربي. يعني لم يكتفي أيضا نظام الأسد من هذا، يعني بل بدأ بالقصف الصاروخي والمدفعي استهدف تشييع أحد الأشخاص الذين استشهدوا في التفجير أيضا. يعني وقع عدد من الجرحى وشهيد على الأقل. يعني طبعا حالة الهلع والخوف تسود في الأجواء. لا زالت فرق الإنقاذ المدنية يعني حتى هذه اللحظة تقوم بإطفاء الحرائق الناتجة عن الانفجار وعن القصف العنيف الذي لا زال يستهدف البلدة حتى هذه اللحظة، يعني مسببا الدمار الهائل في المباني. هذه هي يعني المعلومات التي وصلتنا مهم. حتى هذه طيب، اللحظة. يعني أنتم متأكدون من أن الجيش السوري هو الذي قام بتفجير السيارة؟ لأن تفجير السيارات أو استخدام السيارات المفخخة ربما هناك من يشير بأصابع الاتهام لبعض الجماعات في المعارضة المسلحة. نعم سيدتي الكريمة، يعني بلدة رنكوس كما ذكرت لك هي أنها بلدة محررة منذ ما يقارب أكثر من سنة. يعني لا يوجد مصلحة لأي عنصر يعني أو لأي فيصل من الجيش الحر إن كان أو المجموعات الإسلامية بتفجير هذه السيارة، وخاصة أنها استهدفت يعني استهدفت مسجد وتحديدا يعني عند خروج المصلين من المسجد. يعني هذه مثل هذه الأفعال يعني من المؤكد أنها من عمل النظام السوري. مهم. طيب، أشرت لنحو يعني عدد كبير من القتلى 20 على الأقل، وكذلك لهروع سيارات الإسعاف إلى المكان، وبالتالي هل الإسعافات الأولية، المستشفيات وكل ذلك كان متوفرا بالشكل المطلوب؟ لا سيدتي الكريمة، هناك نقص كبير في المعدات. يعني بلدة رنكوس لا يوجد فيها إلا المشافي الميدانية، يعني النقط الطبية الميدانية. يعني لا يوجد مشفى رئيسي في البلدة، وهناك نقص يعني نقص كبير في البلدة من المواد الطبية. يعني الآن يعني بسبب العدد الكبير الذي أو العدد الكبير من الشهداء أصبح الآن أي جريح هو مشروع شهيد. يعني يوجد نقص كبير في المواد الطبية حتى سيارات الإسعاف لا يوجد سيارات إسعاف. يعني السيارات المدنية هي التي تنقل الشهداء وتنقل الجرحى إلى تلك النقط الطبية. يعني تم الاستعانة أيضا ببعض النقط الطبية في المدن والبلدات المجاورة لبلدة رنكوس، ومنهم من تم إسعافه إلى خارج المدينة، يعني إلى المناطق الحدودية مع بلدة مع مم. لبنان. نعم، شكرا جزيلا لك من ريف دمشق الناشط الإعلامي رواد الشامي.